سبحان الله كل إنسان له رغبات وحاجات يومية لا بد أن يشبعها. انتبه معي بماذا تحس أثناء الركوع. كل واحد منا له رغبات وحاجات يشبعها في كل يوم، فإذا أشبعها ارتاح وسكنت نفسه. حاجات مثل أن يكون مع أبنائه وأسرته لفترة من اليوم، هذه حاجة. حتى لو دخل وجد أبناءه نائمين يدخل إلى غرفتهم ويقبلهم وهم نيام. لماذا؟ لأنه محتاج لأن يشبع هذه الرغبة. حاجة. عنده حاجة لأن يكون محبوبا، فيرغب في كل يوم أن يسمعه أحدهم كلمة حلوة من أي أحد. حاجة. لأن يجلس لوحده أحيانا. حاجة. يحتاج أن يكون في المنزل من ينتظره ويشتاق إليها متى تأتي. هذه حاجات. ويرتاح الإنسان فقط إذا أشبع هذه الحاجات. فلربما يجد في نفسه يوما من الأيام توترا، يكون متضايقا، يزعل لأتفه الأسباب، يغضب بسرعة ولا يدري لماذا. لماذا أنا هكذا؟ السبب أخي الكريم أنك لم تشبع حاجة من تلك الحاجات. هذا هو السبب. طيب، أتدرون ما هي أعظم حاجة عندك؟ أعظم حاجة. أتدري ما هي أعطش رغبة في روحك؟ إنها حاجة العبادة. هذه أعطش حاجة عندك. والناس عبدوا كل شيء ليشبعوا هذه الرغبة. أشياء غريبة. انتبهوا معي إلى هذا العرض. انظروا كيف أن الناس يعبدون أي شيء يجدونه فقط ليرتاحوا. مثلا هؤلاء يقدسون الماء، وربما تجدهم عند أصنامهم كما تشاهدون لهم طقوسهم الخاصة، يضعون هذه الأشياء في الماء للتبرك وغيره. يسمون النهر المقدس. وعندهم أشياء غريبة بعد الوفاة. ميتهم يقومون بإحراقه ثم يضعون رماده في ذلك النهر تبركا، حتى أنهم يحبون اغتسال به ويطيلون شعورهم لذلك، يتبركون بهذا الماء. ماء، يعبدون ماء. ذله وخضوعه وتعظيمه لماء. وبعضهم يفعل ذلك مع أفعى. تخيل، هذا معبد للأفاعي، يقدسون الأفعى ويتبركون بها ويلقون عندها الأشياء الثمينة، ويستخدمون الأجراس وغيرها. حتى يقال في هذا المكان الأفعى تدخل في كل مكان ولا أحد يتعرض لها، حتى أنها تدخل البيوت وتدخل المنازل، وبين الأطفال يصاب من يصاب ويمرض. انظروا إلى الخشوع، كيف هو خاضع فعلا إلى معبوده. المسكين في النهاية يكون باطل. يضربون الأجراس في ذلك المعبد، معبد الأفعى، ويسمحون لها الدخول في كل مكان. أصابت طفلا، أصابت كبيرا صغيرا، هم يقدسونها ولا يكلمونها، وكل أنه جرس في ذلك المكان. بعضهم يعبد أصناما ويقدسها، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ومع ذلك. والمشكلة أنهم يتعبون في تجهيز هذه الأشياء. انظروا إلى التعب، كيف يفعل كل هذا لأجل يزين ويبذل وقتا وجهدا ومالا تقديسا لهذه الأشياء. كل يتعبد بطريقته الخاصة. هؤلاء اليهود يقدسون تلك الكتب التي بأيديهم، حتى أنهم لا يمسونها بأصابعهم، يضعون أقلاما. وهم يقيمون هذه الطقوس بطريقتهم الخاصة، عندما يزعمون أنه حائطهم المبكى، حائط المبكى. يقومون قبل ذلك تجهيزات معينة، هذه بعضها، ويبدأون بتلاوة طقوسهم. فترات لهم على هذه الحال ليشبع رغبته في العبادة. هؤلاء يضعون أمواتهم في الماء، تقديس بطريقة الخاصة، ويقومون بتزيينه وتجهيزه قبل أن يفعلوا به كل هذه الطقوس. وتلاحظون أن هذه أشياء يومية، لدرجة الناس من حولهم يقومون بأعمالهم اليومية العادية، لأن المشهد أصبح مألوفا. فهذه معابد وهذه محارق، والآن جاء وقت الحرق، يضعونه ويحرقونه حرقا. أشياء ما أنزل الله بها من سلطان.
يقومون بحرقه تماما. هؤلاء اليهود يتعبدون عند حائط مكة. وبعضهم ينفرد وهكذا. أخي الكريم، أنت تحتاج في كل يوم أن تشبع من عبادة إلهك. فكما أن لكل إنسان رغبة أن يعزز بمنصب أو سلطان، فإن له رغبة أيضا أن يتذلل إلى أحد يحبه. يحتاج أن يتذلل، ولو كان من عظيم أو شريف أو كبير، لابد يحتاج أن يتذلل إلى أحده، يحتاج أن يتذلل. وقد كان الناس يأنفون من التذلل لبعضهم البعض، فصرفوا حاجات العبادة إلى ما حولهم من المخلوقات، فصاروا يعبدون أي شيء يشبع هذه الحاجة. وأنت يجب أن تشبع هذه الحاجة، ولن يشبع منها أحد مع أي إله أبدا إلا مع الله. ولن يرتوي أحد من هذه الحاجة تماما في هذه الصلاة إلا في صلاتنا نحن التي هي حقا عبادة. والركوع جزء من ذلك. تابعونا بعد الفاصل. بصلاتي أدنو من ربي، وأنور في الدنيا قلبي، وأكبر بسم الله